وصلت إلى يوسف العربي، مقطوعة من العربي لصابرة، ضربة حرة مباشرة إلى مخالفة خطيرة على مرمى النصر، كرة ثابتة خطيرة على مرمى النصر. النصراويين الآن يتخوفون في هذه اللحظات من كرة ثابتة تأتي في وقت مبكر مع الدقيقة رقم 8 من شوط المباراة الأول. بهذه الوضعية الكرة في غاية الخطر الآن على مرمى النصر. ضربة حرة مباشرة عند محمد الشلهوب، عند أيوب يونغ سو المعروف في الكرات الثابتة. أيوب يونغ سو المخالفة، الانتظار الآن من الجميع للكرة الثابتة، للضربة الحرة المباشرة. يوب يونغ سو من عرف أنه هداف في دوري المدارس بكوريا الجنوبية، بعد ذلك في دوري المحترفين في كوريا الجنوبية، يعني هو فطرة الهداف، لكنه حضر للسعودية ولم تحضر فطرة التهديفية إلا في بعض اللقاءات، أو أقول لقاء وحيد في مواجهة الهلال أمام الأهلي رسميا في مسابقة الدوري. ضربة حرة مباشرة إذا عادل هرماش. محمد الشلهوب خلاص تحدد الأمر. الشلهوب يلعب كرة جول! الله الله! الزعيم المتنفذ في لقاءات الهلال أمام النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد يؤكد أنه متنفذ أمام النصر في ملعب الأمير فيصل. محمد الشلهوب، الله 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 الله! شوف الكرة مرة ثانية، يا والله صعبة، هذه الكرات صعبة يا خالد. من البداية ارمي بالمنديل، هذه الكرة جول من البداية، ارمي بالمنديل، استريح. الكرة صعبة من الشلهوب، قضية واصلة إلى يوب يونغ سو، يترك كرة لعبد العزيز الدوسري، هذه محاولة خطيرة إلى ضربة جزاء، بعد تدخل خرافي من الخرافي الدوسري. ضربة جزاء لصالح الهلال تربك حسابات النصر. شوف الكرة من جديد، الدوسري والوقوع، شوف مرة ثانية الدوسري والتدخل من عدنان فلاتة، وبالتالي ضربة جزاء من خليل جلال وورقة صفراء لعدنان فلاتة. ضربة جزاء قد تعطي للهلال تقدم بهدف ثاني، قد تجعل الهلال يملأ سماء الرياض في هذا المساء، قد تصعب الأمور على النصر، قد تجعل الليلة عسيرة على الأصفر. ضربة جزاء موجودة عند محمد الشلهوب، من سجل من الكرة الثابتة من ضربة حرة مباشرة، الآن من كرة ثابتة لكن من نقطة جزاء بعد توغل من الداهية عبد العزيز الدوسري، حصل على ضربة جزاء عند محمد الشلهوب. الشلهوب عند ضربة الجزاء. جمهور الهلال كله شغل فلاشاته لمحمد الشلهوب يتقدم. محمد الشلهوب يستاهل أن يكون نجم الليلة ونجم الفلاشات ونجم المباراة. محمد الشلهوب هدف ثاني للهلال، الهلال يملأ سماء الرياض، الهلال يتقدم بهدف ثاني من محمد الشلهوب. مباراة القصار الكبار. عبد العزيز الدوسري تسبب بضربة الجزاء ثم سجل القصير الآخر محمد الشلهوب ثاني أهدافه. مباراة ملعوبة ومنقولة إلى الأمام إلى الجهة اليسار، في لقطة يتقدم فيها سالم الدوسري يأخذ الكرة، وصل لمنطقة الجزاء، جول ثلاثية، واكتملت ثلاثية الهلال، واكتمل مثلث برمودا الذي يضيع فيها النصر، مثلث برمودا الذي يضيع فيها النصر في وسط مثلث برمودا الهلالي. ثلاثية تكمل زوايا مثلث برمودا، والكرة إلى خارج إلى محاولة كانت من
عمر هوساوي لإبعاده لخارج منطقة الجزاء. سالم الدوسري باغت فيها هوساوي، ثم بعدها باغت خالد راضي في الزاوية الضيقة يسجل الهدف الثالث. سالم